قرار الهجرة ده أصعب قرار ممكن تاخده في حياتك. عايز أقول لك لدرجة إن في ناس عايشة جوه أمريكا هنا بقالهم أكتر من 10 سنين ولغاية النهاردة ما خدوش القرار ده. معقولة؟ طبعا. هتفرج على الفيديو ده. النهاردة هنتكلم عن قرار الهجرة، وهو تقريبا أصعب خطوة. ناس كتيرة بتبقى فاكرة إن قرار الهجرة ده قرار عادي، لكن ده هو أصعب خطوة أو أصعب حلقة في حلقات الهجرة لأمريكا. الحقيقة في ناس كتيرة عندها مشكلة في فهم قرار الهجرة نفسه. يعني في ناس عندها لبس ما بين قرار الهجرة أو الهجرة والعيشة في أمريكا وما بين السعي من أجل الرزق، أو إن أنا بطلع أعمل شغل أجيب فلوس وأرجع بلدي تاني. ببساطة خلينا نفهم الفرق ما بين الاتنين. لو حضرتك بتعمل سفر من أجل البحث عن رزق، فأنت بتطلع بتشتغل لوقت معين من الزمن عن طريق عقد عمل أو عن طريق إنك بتسافر البلد دي وبتدور فيها على شغل، ولما بتحسن من وضعك المالي او بتحس ان انت وصلت للتارجت اللي انت عايزه بترجع تاني بلدك الاصليه وتعيش فيها. الحقيقه الوضع مختلف تماما بالنسبه لقرار الهجره. امال ايه قرار الهجره؟ لما بتستلم حضرتك الجرين كارد في امريكا بيسلموك كتيب صغير كده اسمه immigrant جايد. الاميجرانت جايد ده بيبقى بيشرح لك كده الحياه في امريكا ازاي. اول صفحه في الاميجرانت جايد بيقول لك ان الفرد اللي اختار انه يهاجر لامريكا ده معناها ان هو اختار امريكا تبقى وطن ليه. خد بالك من الجمله دي. يعني انت ما اخترتش بس ان انت تسافر علشان تحسن من وضعك المعيشي، انت اخترت انك تكون مواطن عايش جوه الدوله دي. ففي واحد هنا بيسال دايما سؤال، هو ازاي انا هعرف احب امريكا واعيش جواها وانا اصلا طول عمري كنت عايش في بلد تانية؟ في جمله مشهوره جدا وانا سمعتها اول ما جيت البلد دي بتقول ايه؟ ان انتماء الفرد للدوله يقاس بمدى انتماء الدولة للفرد. يعني لما تيجي تعيش جوه أمريكا تحس إن البلد قد إيه بتحبك، تحس إن البلد قد إيه بتحترمك، ساعتها أنت أوتوماتيكلي هتحس بانتماء ناحية البلد. طيب مش عايز أخوض في النقطة دي كتير، لكن تعال نقول النهارده نعتبر إن الحلقة دي حلقة دردشة، أو أنا بسميها كده حلقة تفتيح الدماغ. يعني إيه حلقة تفتيح دماغ؟ يعني أنا مش جاي أقول لك اعمل إيه، هاجر ولا ما تهاجرش. القرار ده محدش هيقدر ياخده غير حضرتك بس. لكن أنا هقول لك نقط او شويه علامات على الطريق ممكن تساعدك وانت بتاخد القرار ده. اول حاجه واهم حاجه وانت بتاخد قرار الهجره لازم تحط في بالك كويس جدا ان القرار ده نمره واحد ما ينفعش يتاخد تحت ضغط. ما ينفعش تكون انت مضغوط، عندك مشاكل في حياتك، في شغلك، في بيتك، في اسرتك، علاقه حب فاشله، وات ايفر. ما ينفعش ساعتها تقول انا ههاجر، لان كده انت حضرتك مش بتهاجر، انت النهارده بتهرب من وضع عايز تروح في حته ثانيه بعيده عشان تبعد عن الوضع اللي انت فيه. فاوعى تفكر انك تاخد قرارك ده تحت ضغط. وانا شفت ناس كتير هنا جدا حصل لهم مثلا فرقوا حد عزيز عليهم او كان عندهم ضغوط في شغلهم فقال لك لا انا ههاجر وهطلع اعيش بره، كلام من ده كله. ولما جه هنا وشاف ضغوط الحياه جوه امريكا وبالذات في الفتره الاولانيه، ودي هعمل عليها حلقه كبيره لوحدها اسمها الفتره الانتقاليه اللي هي اول سنتين ثلاثه كده. الفترة الانتقالية دي بتبقى شوية متعبة على بعض الناس. فلما شاف الفترة دي وهو اوريدي ما كانش عنده هذا الكم من الضغوط في البداية، فقال لك لا أنا خدت قرار غلط. فاوعى تاخد القرار بتاعك تحت ضغط. دي أول حاجة. تاني حاجة أو تاني عامل وأنت بتاخد قرار الهجرة لأمريكا لازم تحط في بالك عامل السن. يعني ما ينفعش تاخد القرار ده وأنت صغير قوي، ما ينفعش تاخد القرار ده وأنت كبير قوي. يعني إيه؟ يعني انا مثلا بشوف بعض الشباب في جروبس بسمع بقرا الكومنتات بتاعتهم ودايما تلاقيهم بيسالوا على ايه؟ انا في سنه اولى ثانوي او انا في ثالثه اعدادي وعاوز اجي ادرس في امريكا. انا مش عارف فاضل لي كام سنه واخلص ايه في الاغلب الكومنتس دي لما بتكلم مع الناس وبتحاور معاهم مش بيبقى الهدف منها خالص دراسه. ولما بساله كام سؤال زي طب انت عاوز تيجي تدرس ايه؟ طب انت محضر كام معاك فلوس؟ بكتشف ان الموضوع بعيد كل البعد عن الفكره دي، ولكن هو عاوز يعيش في امريكا وهو حابب البلد، شايف البلد شكلها حلو عايز يعيش فيها. هنا في الموضوع ده هو لسه ما كونش اصلا وجهه نظر عن البلد وعن الحياه، فبيبقى في صعوبه او في حاجات ممكن هو يتعرض لها وهو لسه في البدايه ما عندوش خبره ليها بتاثر على نجاحه في التجربه بشكل عام. نفس الموضوع ودي بشوفها اكتر في الناس اللي بتقدم على لوتري. تلاقي واحد مثلا فوق ال 60 فوق ال 65 وقدم فوق ال 60 مثلا، فوق ال 65 ما ينفعش، فوق ال 60 وقدم على لوتري. يقول لك انا هقدم على لوتري وجات له، فيبتدي يقول لك ايه؟ طب انا هسافر امريكا وهبدا حياتي في امريكا علشان خاطر مش عارف. طيب
يجي هنا يتفاجئ ان الشغل في البدايه محتاج شويه طاقه وشويه مجهود، فيقول لك لا 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 انا مش هينفع، يقعد سنه 6 شهور 7 شهور ويقول لك انا مش قادر انا هرجع، وبيكون مع الاسف خسر مبالغ كتيره جدا وضيع وقت كتير جدا. فعنصر الوقت، عنصر الزمن، عنصر السن، عنصر مهم جدا وانت بتاخد القرار ده. خد بالك هل انت سنك مناسب انك تاخد قرار انك تنقل حياتك كلها وعيشتك واسرتك ولا لا. في عنصر تاني مهم جدا وهو انك ما ينفعش تاخد القرار عن حد تاني. يعني اذا كنتوا اسره هتهاجروا مع بعض لازم كل افراد الاسره تكون كلها مقتنعه بقرار الهجره. وهحكي لكم على حكايات مثلا شفتها هنا. في بعض الاسر بيبقى زوج وزوجه وياخدوا قرار، مثلا الزوجه تقول لك انا عاوز اسافر، اوكي الزوج مش موافق، او اوكي تحت ضغط وتحت كلام كتير وتحت زن كتير يقول لها يلا نهاجر. بيهاجروا، وبعد ما بيهاجروا بتبص تلاقي الطرف اللي كان مثلا بيلح على الفكره اتبسط، الطرف الثاني مش مبسوط، فبتبتدي تحصل مشاكل ما بين الطرفين لان في واحد مبسوط وواحد مش مبسوط. نفس الموضوع ممكن تلاقي الطرف اللي كان متحمس جدا لما جه هنا ما وصلش للتارجت اللي هو كان عاوز يوصله فيبتدي يشتكي. بص تلاقي الطرف اللي هو من الاساس ما كانش موافق يقولوا الله طب مش احنا قلنا كده، طب مش احنا عملنا كده، وبالتالي بتلاقوا المشاكل العائليه بتبتدي تظهر بعد اول سنه او سنتين من الهجره. كمان ما ينفعش تقول انا ههاجر علشان حد، اوعى تعمل كده، اوعى تقول اصل انا ههاجر عشان ولادي، لان محدش ينفع ياخد القرار. ولادك لو جم معاك هنا صغيرين بعد سنه وسنتين واتبسطوا وانت لسه مش مبسوط، انت مش هتعرف تعيش معاهم، مش هتعرف تبسطهم. لو انت مش مبسوط جوه امريكا مش هتعرف تبسط ولادك. القرارات الناجحه دايما، واغلب الناس اللي ناجحه هنا واللي انا شفتها اللي هي بتبقى ناس هم اوريدي الطرفين درسوا الموضوع كويس جدا، الاولاد صغيرين فطلعوا هنا جوه امريكا مبسوطين، وبالتالي بتلاقي القرار كان قرار سليم. هم عارفين كويس قوي ابعاد القرار بتاعهم، وعارفين ان هم لما هينتقلوا لامريكا هيبقى دي فيها حياه بشكل مختلف ليهم، او هو ده نمط الحياه اللي هم بيدوروا عليه في بلدهم الام. في ناس، انا قلت في بدايه الفيديو ان في ناس عايشه هنا جوه امريكا لكن لسه ما خدتش القرار، وهقول لكم على حكايه لطيفه جدا حصلت معايا في اول ما جيت. كنت لسه جاي في امريكا هنا بقالي مثلا شهرين 3، واخدت اسرتي ورحنا احد الاماكن العامه نتغدى، واحنا قاعدين فقعدت جنبي اسره في الترابيزه اللي جنبي كانوا مصريين زينا، وقعدوا بيتكلموا، فطبعا احنا باين من كلامهم وكلامنا ان احنا بنتكلم مصريين، فبدانا يحصل تعارف، خصوصا ان المسافه كانت قريبه جدا، فبدا يحصل نوع من التعارف وبدانا ندردش. فبدا الزوج يتكلم معايا لان هو كان الكرسي بتاعه اقرب ليا، فبيقول لي انت منين ومنين وكده، وبدانا ندردش، فبقول له انا لسه جاي بقالي شهرين 3. فقال لي انت ايه رايك في امريكا؟ قلت له والله احنا لسه بنتعرف على بعض، لسه هي ما تعرفنيش وانا لسه ما اعرفهاش، بنتعرف على بعض. انا جيت قبل كده هنا قبل ما باخد قرار الاستقرار، فبس لسه يعني باخد بقى حاجات جديده زي ان انا لسه بتعرف على الشغل هنا شكله عامل ازاي، الحياه بشكل عام، رغم ان انا ليا اسره اوريدي هنا ومديني فكره كبيره جدا قبل ما اجي، بس يعني كنت لسه برضه باخد التجربه مع نفسي. فبساله انت هنا بقالك قد ايه؟ كان قراره قال لي انا هنا بقالي 11 سنه، وقالها جمله على بعضها، انا بقالي 11 سنه اند اي هيت امريكا. قلت له طب وانت ايه اللي معادك في امريكا طالما انت ما بتحبش امريكا؟ قال لي الاولاد. طبعا انا يعني كنت لسه جاي جديد وكان الموضوع بالنسبه لي غريب شويه، ازاي واحد قاعد في بلد وما بيحبهاش؟ فسمعت الكلام منه وبعدين بدات اسال اطرح عليه اسئله، طب انت ايه الوضع؟ فقال لي انا كنت وضعي في مصر في الشكل الفلاني وبقيت هنا في الشكل الفلاني وما حققتش اهدافي وما حققتش مش عارف ايه. ده هياخدنا لنقطه ثانيه، اللي انا بحكي القصه دي ليه؟ عشان اقول لكم النقطه اللي بعد كده. النقطه دي مهمه جدا، اوعى تاخد قرار الهجره لامريكا وانت مش عارف انت جاي هنا هتعمل ايه. في ناس كتير قوي يقول لك ايه، اي بلد اكيد احسن من البلد اللي انا جاي منها، وانا اي وضع هناك هيبقى اكيد احسن من الوضع اللي انا فيه. مع الاسف لو انت جاي هنا ما عندكش بلان وما عندكش تارجت ومش حاطط تايم فريم، مش حاطط وقت، يعني بتقول انا هاجي هنا في امريكا عايز ان انا في خلال سنه او سنتين او 3 سنين او 10 سنين ابقى وصلت للحته دي. لو انت ما عندكش التارجت ده من وانت جاي، فانا بنصحك انك تفكر كويس. مهم جدا وجزء كبير جدا من نجاحك في اي بلد مش في امريكا بس، هو ان انت تكون عندك تارجت، عارف كويس قوي انت عاوز توصل لايه بعد قد ايه. دايما لما ناس كتير بتروح انترفيو حتى وانت
في اي شغلانه بتقدم عليها في اي حته في العالم، وانت بتقدم على شغل يقول لك شايف نفسك فين بعد 3 سنين، بعد 5 سنين، بعد 10 سنين. اجابتك بتحدد اذا كنت انت كواليفايد للشغلانه دي ولا مش كواليفايد للشغلانه دي. وبناء عليه لازم كويس جدا يكون عندك تارجت وانت جاي هنا. انا في مصر درست كذا، او انا في العراق او في الكويت او في اي بلد انا جاي منها انا درست كذا واشتغلت في كذا وعندي خبرات في كذا، وبناء عليه انا لما هسافر انا هشتغل هكمل في كارير ولا هدرس كارير تاني ولا هعمل ايه. مش هشتغل اي شغلانه والسلام. لانك لما تكون بتشتغل في الحاجه اللي انت بتحبها وبتعمل الحاجه اللي بتحبها هتكون عايش مبسوط، وده هيحدد انت تقدر تكمل ولا مش تقدر تكمل. في نقطه مهمه جدا وانت جاي برضو تاخد قرار الهجره، اوعى تاخد قرار الهجره وانت بين او بين لا، او تاخد قرار فاينل وانت بين او لا. انا شفت ناس كتيره مش بس في امريكا وفي كندا وفي استراليا، ناس اصحابي سافروا قعدوا شهر واثنين وثلاثه وبعدين رجعوا. ليه يا سيدي انت رجعت؟ يقول لك اصل انا ما اتبسطتش. اوكي، ده انسان محترم وانا بحترمه جدا اللي بيعمل قرار زي كده او ياخد قرار ان هو يرجع، وانا بحترمه ان هو عمل تيست وشاف نفسه ان هو مش موافق. بس انت من الاول انت كنت عارف انت رايح هتعمل ايه ولا مش عارف؟ هنا انت محتاج تبقى لو انت لسه مش واخد القرار 100% وحابب تجرب، اوكي اتس فاين، بس خد بالك ما تقطعش كل الخيوط مره واحده. لو انت حاسس ان لسه عندك نسبه شك في انك القرار اللي انت خدته ده قرار سليم ولا قرار مش سليم، فيفضل انك ما تبيعش بيتك، ما تبيعش عربيتك، ما تسيبش شغلك بنسبه 100%، لان في الحاله دي انت هنا بتبقى عرضه انك تحصل صدمه. انت طلعت ومش عارف ترجع، وبناء عليه تقول انا هتكمل وانت مش مرتاح، هتكمل وانت مش مبسوط. دي كلها امور بتاخد بالك منها وانت بتدرس قرار الهجره. علشان كده انا قلت قرار الهجره انا مش جاي اقول لك تهاجر او ما تهاجرش. قرار الهجره ده انت بس اللي هتعرف تاخده لو انت لوحدك او لو انت معاك اسره هتاخدوا القرار مع بعض. في عنصر كمان مهم جدا لازم تحطه في بالك وانت بتاخد قرار الهجره، اللي هو طبيعه البلد. يعني ايه طبيعه البلد؟ يعني الهجره بشكل عام كفكره هي فكره ان انت هتسافر تاخد وطن تاني، لكن الهجره من بلدك لامريكا غير الهجره من بلدك لكندا، غير الهجره من بلدك لاستراليا. كل بلد وليها الطبيعه الخاصه بتاعتها، كل بلد وليها الجو بتاعها. يعني انا مثلا سافرت اوروبا، سافرت فتره صغيره كده دراسه. في الفتره اللي انا قعدتها هناك واحتكيت بالمجتمع الاوروبي، وخصوصا انا كنت في المانيا. المجتمع الالماني مجتمع يختلف تماما عن المجتمع الامريكي. المجتمع الالماني هو مجتمع مبني بنسبه مثلا 70% على الالمان اصحاب البلد، لان هي مش دوله من الدول اللي بتشجع الهجره قوي، ما جواهاش نظام هجره. لكن المجتمع الامريكي هو مجتمع متنوع بشكل كبير جدا. هتلاقوا ناس من اصول امريكيه، ناس من اصول اوروبيه، ناس من اصول عربيه، ناس من اصول تشاينيز، انديان، من كل حته. فتركيبه المجتمع الامريكي تركيبه مختلفه جدا عن تركيبه المجتمع الاوروبي. برضو الهجره لكندا غير الهجره لامريكا. كندا ليها كريتيريا معينه في الهجره، فالناس اللي بيهاجروا لكندا ليهم شكل، الناس اللي بيجوا لامريكا ليهم شكل. المجتمع فيه تنوع كبير. لو انت مش من النوع الناس اللي بتقبل التنوع واختلاف الثقافات، هيبقى عندك مشكله كبيره جدا انك تعيش جوه امريكا. لكن لو انت شخص عندك انفتاح على الثقافات، تتقبل اي عادات، اي تقاليد، اي دين، اي لون، اي جنس، اي شكل، فهنا هتقدر تنجح بنسبه كبيره. الحاجات دي هجيلها في حلقه لوحدها عن فكره التنوع الثقافي جوه امريكا، دي هتكلم فيها وازاي تتعامل معاها وازاي تعرف. في نقطة كمان في حتة التنوع، هل أنت هتعرف كشخص تتعامل مع التنوع ده ولا هتبقى المهاجر المنعزل؟ والمهاجر المنعزل ده نوع من أنواع المهاجرين. أنا هعمل حلقة كبيرة جدا عن أنواع المهاجرين، وهتشوف أنت أي نوع في الناس دي وأنت صح ولا غلط ولا مبسوط ولا مش مبسوط. حقيقة قرار الهجرة محتاج كمان إنك تديله وقته. يعني ما ينفعش تقول يلا هوب هنهاجر، لا، لازم تدرس الموضوع كويس جدا، لازم تاخد وقتك كويس جدا. لو قدرت ان انت زي ما قلت كده، لو ظروفك تسمح لك ان انت تيجي تعمل تيست وتقعد شويه، لو انت لسه مش مقتنع قوي فاعمل كده. لو لسه، يبقى الافضل ان انت تاخد وقتك وتفكر كويس. وطول ما انت بتفكر وانت على بلدك وانت في وضعك وفي بلدك، هياخد الموضوع بينك قرار هيبقى اصح واصح. في حاجه مهمه جدا لازم تعملها وانت بتسافر امريكا، لازم تقرا كتير جدا عن البلد، لازم تسمع كتير قوي عن البلد،
لازم تتفرج كتير على فيديوز. الولايه اللي انت هتنزل عليها لازم تكون متاكد من مجالك موجود في الولايه دي بنسبه كام. هي كل المجالات هنا مطلوبه بالمناسبه في العمل، لكن لازم برضه تكون شايف الولايه اللي انت هتنزل فيها انت هتقدر ان انت تكمل فيها، ولا انت هتنزل عليها زي اهو يعني مكان هتنزل فيه مؤقت وبعدين هتنقل في حته ثانيه. كل دي عوامل حطها في بالك وانت بتدرس قرار الهجره بتاعك. يا ريت تكون النقط دي نقط مفيده وتكون تحطها في الحسبان كده وانت بتشتغل على قرار الهجره بتاعك. وعايز اعرف بقى رايكم في الكومنتات تحت الفيديو كده في اليوتيوب، تقولوا لي رايكم ايه في الموضوع ده. يا ريت اللي عنده خبره يحكيها، لان الكومنتات دي كلنا بنستفيد منها وانا اولكم. الموضوع بيخلق نوع من المحادثه على اليوتيوب، فالناس بتقول كومنت وواحد تاني بيقول راي وواحد بيقول فكره، فكلنا بنستفيد مع بعض. وزي ما قلت الحلقه دي حلقه تفتيح دماغ، انا مجرد بس فتحت لك نقط، لكن ممكن انتوا لما تتكلموا على الكومنتس تفيدوا بعض. فيا ريت تزودوا الكومنت وما تنسوش اللايك، يعني ده حاجه اساسيه. يعني انت بتتفرج على الفيديو كده احلى لايك كده. انا بحب قوي الناس اللي بيحطوا لايك على طول دول. يعني في ناس كده انا عايز اشكرهم قبل ما انهي الفيديو. عايز اشكر استاذ حسين والاستاذ عادل والاستاذه رانيا وناس كتيره جدا، يعني مش عايز انسى حد. فان شاء الله يعني هبقى انزل اسامي كل الناس اللي تتفاعل مع القناه. وخلونا دايما ندردش. الحلقات بتاعت سنه اولى امريكا هتبقى كلها دردشه. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. باي باي.